السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي سنة أولى في درس جديد من دروس اللغة العربية. يلا بينا النهاردة يا سنة أولى نتعرف على حرف جديد وهو حرف العين. أول حاجة نتعرفها عن حرف العين هي أشكاله. أشكال حرف العين: في أول الكلمة، وسط الكلمة، وآخر الكلمة. بيجي بشكلين، يا إما متصل يا إما منفصل. يلا بينا نتعرف على الكلمات. حرف العين في أول الكلمة زي كلمة عسل، في وسط الكلمة ثعبان، في آخر الكلمة متصل سمع، ومنفصل زي كلمة زراعة. نقرأ الكلمات مرة تانية. في أول الكلمة عسل، في وسط الكلمة ثعبان، في آخر الكلمة متصل سمع، ومنفصل زراعة. تعالوا نشوف مع بعض أول سؤال. بيقول لي صل شكل الحرف بالكلمة المناسبة. مديني حرف العين بأشكاله في الأول وفي الوسط وفي الآخر. مديني كلمات، نقرأ الكلمات الأول: ثعبان، زراعة، عنب. وعايزني أوصل شكل حرف العين بالكلمة المناسبة لي. حرف العين في أول الكلمة زي كلمة إيه؟ برافو، عنب. في وسط الكلمة ثعبان، في آخر الكلمة ذراع. تاني حاجة يا سنة أولى نعرفها هي الحركات. حركات حرف العين: العين لما يبقى عليها فتحة يبقى صوتها عي، تحتيها كسرة عي، عليها ضمة عو، وعلامة السكون ما بتتنطقش لوحدها، لازم حرف قبلها. تعالوا نشوف الكلمات. العين عليها فتحة علم، تحتها كسرة عي، عنب، عليها ضمة عو، عصفور، وعلامة السكون زي كلمة ثعلب. نقرأ الكلمات مرة تانية. علم، عي، عنب، عو، عصفور، والسكون ثعلب، ثعلب. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي ضع عين فتحة، عين كسرة، عين ضمة، وعين سكون مكان النقط. اديني مجموعة من الكلمات وعايزني احط الحرف الناقص. اول كلمة عندي عنب، انا نطقت ايه؟ عي، عنب، يبقى هنحط عين كسرة. تاني كلمة عندي علم، يبقى حط عين فتحة. عصفور، يبقى عين ضم. ثعلب، انا وقفت هنا عند حرف الايه؟ العين، يبقى دي علامة السكون، ثعلب. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اكتب صوت حرف العين. احنا عارفين يا سنة اولى لما يقول لي اكتب صوت الحرف يبقى عيني تروح على الحرف، فتحة أو كسرة أو ضمة يخرج لوحده، وعلامة السكون مع اللي قبله، والمد مع الممدود. تعالوا نشوف الكلمات. أول كلمة عندي عنب، عي، يبقى صوت حرف العين هنا إيه؟ عي. طيب الكلمة اللي بعد كده عادل. هنا يا سنة أولى حركة طويلة، في هنا حرف مد، والعين هنا ممدود، يبقى صوت العين هنا مد وممدود مع بعض، حركة طويلة. الكلمة اللي بعد كده حرف العين هنا سكون، واحنا قلنا في الصوت لما يقول لي اكتب صوت الحرف السكون ما بيخرجش لوحده، لازم حرف قبليه، يبقى صوت حرف العين هنا ايه؟ الثاء مع العين. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اختر صوت الحرف المناسب للكلمة. مديني كلمات ومديني الحرف العين بحركته. أول كلمة عندي عسل، يا ترى هختار ايه؟ عين فتحة ولا عين كسرة ولا ضمة ولا سكون؟ أنا قلت ايه؟ يبقى هنا العين ايه؟ برافو، فتحة. ثعبان، أنا وقفت هنا عند حرف الايه؟ العين، يبقى هنا العين ايه؟ برافو علينا، سكون. عشب،
عو. يبقى هنا ضميت، يبقى دي حركة الايه؟ الضم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي حلل الكلمات الآتية إلى مقاطع صوتية. في التحليل إلى مقاطع صوتية المد مع الممدود والساكن مع اللي قبله. تعالوا نشوف الكلمات. أول كلمة عندي زرع. هنا الكلمة دي حرف الراء في سكون، يبقى لما أجي أحلل إزاي مع الراء؟ زرع والعين لوحدها زرع. كلمة عصفور، هنا كلمة عصفور الصاد ساكنة، وفي هنا كمان مد بالواو. تعالوا نحلل. عص يبقى ايه؟ العين مع الصاد عص. فو الفاء مع المد الواو مد وممدود، والراء لوحدها عصفور. وده سنة أولى بيكون نهاية حرف العين، وإن شاء الله نلتقي في حرف جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.